عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بألف خير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض صنف من اصناف الحلويات، حلو جدا وخفيف كده وسهل حتى في عمايله، وهيطلع معاكي مظبوط من اول مرة. امشي بس على نفس المقادير ونفس الخطوات اللي انا هعملها وان شاء الله هيطلع معاكي مظبوط. اهم حاجة لو انتي اول مرة تشوفي القناة بتاعتي، يا ريت تعملي لي لايك واشتراك وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. النهاردة ان شاء الله هنعمل الجلاش بالشكلين الحلوين دول. هنعملهم بطريقة حلوة قوي وهنزينهم برضو بطريقة مش مكلفة، وهنديله شكل زي الحلويات الشرقي بالظبط. قد ايه هو شارب عسل وواخد لون، لا هو غامق قوي ولا هو فاتح. عايزة اقول لكم كان تحفة، والله كان تحفة التحفة. ما خدش مني وقت. وعايزه اقول لكم ان انا كنت عايزه اعمل بيه حاجه وفجاه غيرت بقى لحاجه تانية. ليه؟ آه كان عندي كميه من الجلاش كنت شايلاها عندي ونسيتها خالص. كان ليها فتره عندي في الفريزر. نسيتها خالص وقعدت مده كبيره قوي، يعني حوالي 4 شهور. عايزه اقول لكم، يعني بالصدفه كده وانا برتب في شقتي كده وبظبط حاجتي وبشوف بقى ايه اللي ليه لازمه وايه اللي ملهوش وكده، شفت عندي الجلاش قلت له تعالى مش هسيبك ابدا تتركن اكتر من كده، كتير قوي عليك كده. جبت عندي بقى الجلاش وهوريكم احنا هنعمله مع بعض ازاي. اول حاجه جبت عندي كوبايه من الميه، عليهم كمان كوباية من السكر، ومعلقة من عسل الجلوكوز. ممكن تستغني عن عسل الجلوكوز نهائي وتحطي عصرة بسيطة من الليمون، يعني قرصة بسيطة كده مش اكتر. تمام، وبترفعيهم عندك على النار. ده الشربات المظبوط للجلاش. الشربات بيكون بارد والجلاش بيكون سخن، عكس تماما البسبوسة. الشربات بيكون سخن جدا وهي كمان بتكون سخنة. تمام، جبت عندي صينية وحطيت فيها ورقة من الزبدة ودهنتها دهنة من السمنة. وزي ما شفتوا انا جبت الاعواد الخشبية بتاعة الشيش دي، علشان انا كنت جايبة حوالي 7 او 8، لفتهم مع بعض باللزق وبعدين حطيت عليهم استرتش راب بحيث يكونوا يعني ايه، يكونوا ناعمين قوي، ما يقطعوش عندي الورق بتاع الجلاش. وكنت هعمل اساور الجلاش اللي هي شكلها حلوة قوي دي، وخدت ترند فترة كده. هي طريقتها سهلة جدا، بس المشكلة انها بتحتاج جلاش يكون طازة معاكي، يكون طري ويكون سهل التشكيل. طيب انا جبت عندي الاعواد اهو زي ما انتوا شايفين، ولفيت عليه دهنتها بالسمنة ولفيت جزء وسبت التاني. بصوا بقى، عشان كان قاعد فترة عندي الجلاش، ما يعني بمعنى اصح ما ينفعش يتشكل اي تشكيلة، بس طبعا مش هرميه خسارة، هو ما شاء الله كان ابيض وريحته حلوة جدا وزي الفل. فقلت لا طبعا استحالة ارميه خسارة، هعمل بيه اشكال تانية. عملت بقى المثلث اللي احنا دايما بنشتريه من بره وبنبقى فاكرين ان طريقته بتبقى صعبة، لا بالعكس، طريقته سهلة جدا وبسيطة. جبت عندي الورق بتاع الجلاش ودهنت. لازم تدهنيه طبقة طبقة وبعد كده تقطعيه. طب انا عندي ما كانش برضو مستحمل ان انا ايه ادهن وبعدين اقطع، لا انا قطعته مرة واحدة وهبتدي ان انا ادهنهم وهم ايه مربعات كده. وكان عندي كمان السوداني اللي هو بديل الفستق. بجيب السوداني عندي وبديله تحميصة حلوة كده كويسة قبل ما ادقه، وبعد كده بطحنه جامد قوي بقى في الهون او تضربيه في الكبة، وبحط عليه لون بسيط قوي من الوان الطعام اللي هو الاخضر. تمام، وبعد ما بحط عليه طبعا لون الطعام ما بيبقاش سايل، بيبقى بودرة. فلازم علشان ياخد السوداني ياخد اللون الحلو ده، لازم ان انتي تحطي عليه نقطتين من المية. طيب انا لو شلت السوداني وعليه المية عندي هيعفن وهيعمل ريحة مش حلوة قوي. طب انا عايزة اشيله لاي حلويات انا هعملها يكون عندي جاهز للاستخدام على طول، محتاجش ان انا اعمل الخطوات دي من الاول. هنعمل ايه؟ بعد ما نحط عليه لون الطعام بشوية المية اللي احنا ضفناهم ليه، هنقوم بقى جايبين عندنا طاسة تيفال، وهنحط فيها السوداني بلون الطعام، ونبتدي ان احنا ايه
نقلبه حوالي 5 دقايق ولا حاجة كده، هتبقى المية جفت منه تماما. تقدري تحتفظي بيه في علبة عندك تكون محكمة الغلق، او برطمان ازاز، بس يعني يستحب ان انت تعمليه اكتر في العلب اللي هي البلاستيك. تمام. جبت عندي بقى الورق، قطعته مربعات ودهنته واحدة واحدة، وجبت عندي سوداني انا كنت سايباه كده سادة، برضو كسرته وحطيت عليه معلقة واحدة بس من الشربات اللي انا عملته. هتوفروا على نفسكم مجهود قوي لو انتوا دهنتوا الورق ورقة ورقة سليمة بالسمنة وحطيتوه على بعض وبعد كده قطعتوه. تمام. انا اخد مني وقت شوية لان الورق كان يعني مش مستحمل ان انا اعمل فيه اي حاجة، فقمت دهنت مربع مربع كده وحطيته على بعض. بصوا المربع زي ما انتوا شايفين، بعد ما دهنته بحط الحشو يعني قصاد مربعين ومربعين بيقفلوا على بعض. نفس الطريقة كده سهلة قوي، مش هيفتح منك خالص في الفرن، بس حاولي تضغطي عليه. وبعد ما تحشيه تسيبيه عندك شوية في التلاجة من تحت، مثلا حوالي ساعة. في الساعة اللي احنا فيها دي نص ساعة كتير قوي. اول ما السمنة تتجمد فيه ويدخل على الفرن على طول استحالة انه يفتح منك، بس وانتي بتقفليه حاولي تضغطي على الاطراف. طيب الورقة عندي لما قطعت مستطيلين طوال، حجمهم كويس جدا للمثلثات اللي انا عملتها. طب انا دلوقتي في جزء طويل كده صغير قوي مش هيعمل مثلثات الكبيرة، فاحنا ممكن نعمل فيه شكل الوردة الحلو ده. بنحط كمية من الحشو وبنجيب كل مثلثين على بعض، وتحاولي تضغطي على قد ما تقدري علشان برضو ما يفكش منك. وبنجيب بقى حاجة تقيلة بقى فيها شوية من الملح، بس لازم يكون ملح يعني. حاجة تقيلة، البتاعة بتاعة الميزانة دي لو عندك صينية تانية تكون تقيلة شوية، او صينية تكون اقل حاجة بسيطة من الصينية اللي انت عاملة فيها، بحيث ايه تحطيها تزنق عليهم ما يتفتحوش عندك في الفرن. تمام. زي ما انتوا شايفين شكلي في الحشوة زي ما انت عايزة. ممكن بقى تحطي سكر وزبيب وبشر، ممكن مثلا تحطي كريمة، تعملي كريمة هتحطي كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين 3 من النشا، عليهم شوية من السكر، وتقلبيهم كويس جدا. وبعد ما يبردوا خالص تحطي عليهم معلقتين من الكريم شانتيه، وتضربيهم عندك بالهاند بلندر، او تضربيهم في الخلاط، او تضربيهم بالمضرب اليدوي، او بمعلقه او اي حاجه لحد ما يدوبوا تماما. وتبتدي تسيبيها تبرد، بس بتحطي على الوش بتاع الطبق او الحله، بتحطي عليها حته من الاسترتش راب بحيث ما تعملش وش معاكي ناشف. وتبتدي ان انت برضو بمعلقه صغيره تحطي الحشوه وتقفلي المثلثات بتاعتك. بصوا انا حشيت بالسوداني اللي انا حاطه عليه اللون، وحشيت كمان بالسوداني الساده. بصوا هو السكر عندي كان جمده شويه، تمام، بس هيفك خالص في الفرن. وعايزه اقولك بعد السوا حتى لو قعد يوم 2 3 بيبقى طعمه تحفه. هو اصلا كل ما اتركن كل ما حلو. اخد بقى اللون الذهبي الحلو الفاتح، مش غامق ولا حاجه، اخد اللون الحلو ده. والشربات عندي كان بارد وهو سخن، قمت كده سقيته. ما تقلقيش، هتقولي بقى في شربات كتير حطيته، شربات كتير نزل على ورق الزبدة. ما تقلقيش، الجلاش هيشرب الشربات كله، هتحسيه بيتلم كده بالراحة من على ورق الزبدة. طيب عايزة اقول لكم بقى في الفكرة اللي كنت حابة اعملها الاول، وهي اساور الجلاش. عملتها كنت هعملها ازاي؟ بجيب عندي ورقة كاملة، لو انا عايزه حجمها كبير، او نص ورقه، تقسمي الورقه بالنص وتدهنيها عندك بالسمنه، وتكوني عامله الاعواد اللي انا قلتلك عليها دي، وتقومي لفاها وبتسيبي حوالي عقله بس صغيره. بصوا انا هنا كمان كانت دي استوت، كنت انا حاطه بقى صينيه اقل من الصينيه دي شويه، من اللي هم بتوع التوست. حطيتها وحاولت ان انا ازنق دول في بعض بحيث ما يفتحوش عندي، وما شاء الله ما فتحوش وطلع شكلهم تحفه. طيب بتيجي عندك تحطي اعواد الشيش وبتلفي عليها الجلاش، وبتسيبي حوالي عقله واحده بس. بعد كده بتبتدي تسحبي الجلاش من الجنب ده ومن الجنب ده عندك، وبتضغطيه على بعضه. بعد كده بتقومي مطلعه العصايه بتاعتك وبتلمي الطرفين على بعض، بتعملي قاعده من العقله اللي انت سبتيها، وبتلمي الدايره اللي قدام والدايره كمان اللي قصادها، تقفليهم على بعض كويس.
تحاولي وانتي بترصيهم في الصينيه تلزقيهم في بعض بحيث ما يفتحوش. انا عندي بصوا بقى كان هو خد لون حلو، وكمان عندي الوردات دي ما كانتش اخدت شربات كتير، وكان في الصينيه شربات كتير خالص. فقمت انا بقى عندي حطيت الجلاش معاها بحيث يشرب كميه الشربات بتاعته كلها. عايزه اقول لكم والله كان طعمه احلى واطعم من بره بكتير. قدميه بقى زي ما انت عايزه اقول لك صنف الجلاش من الاصناف اللي لازم في كل عزومه تعمليها. صنف بسيط قوي وسهل، وفي رمضان بيبقى حلو قوي خفيف، وممكن يقعد معانا وهو كده يوم 2 3 ما يحصلوش اي مشكله. وبكده فيديو النهارده يكون خلص، واتمنى يكون عجبكم. يا ريت تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه، وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.